مشاهدينا في الفترة الأخيرة حسينا نقول تطور في عملية الإضاءة في الإسكندرية، وخاصة في العشوائية والأكثر احتياجا أخرى. طبعا كان مهم جدا ان احنا يكون لنا لقاء مع المسؤولين عن الإضاءة لنتحدث عن الإنجازات والإخفاقات. يكون معانا المهندس أحمد الغمري رئيس قطاع الإضاءة العامة بشركة كهرباء الإسكندرية. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. اسمح لنا ان احنا نتكلم في كل الاتجاهات سواء كان مع او ضد الإضاءة وكهرباء الإسكندرية. تحت امر سيادتك. نبتدي كلامنا ونقول ان هناك بعض الشكاوى من بعض المناطق في الإسكندرية، خاصة يمكن في مناطق بيبقى صعب شوية ان احنا نلاقي فيها مشكلة في الإضاءة، زي مثلا البحر، الكورنيش. كلنا يعني لا نتخيل ان يكون في لمبة واحدة مش شغالة على الكورنيش. احنا عندنا مناطق بعينها ما فيهاش إضاءة بالمرة، يمكن احنا حصرنا البعض منها وهي منطقة كليوباترا، مصطفى كامل، مدخل الجامعة، يعني في اكتر من مكان. نعرف من حضرتك بداية سبب المشكلة ايه وليه في مشكلة في هذه المناطق؟ في الحقيقة انت اصبتي لب الموضوع فعلا. في الاماكن دي فعلا مظلمة. عندي المنطقة اللي هي قدام نادي السلام في مصطفى كامل، في مجموعة نوادي فتحت على الشاطئ، شالت الأعمدة بتاعت الإضاءة، مفيش بديل لها. حي شرق مشكورا عمل محاضر وعمل قضايا، بس مفيش استجابة ان هم الأماكن دي مين اللي اداها تصريح بأنها تعمل؟ المحافظة. طب ما المحافظة هي المسؤولة عن انها تعمل حاجة زي كده. ما هو المفروض يعني احنا كشركة كهرباء وظيفتنا الاساسية صيانة الاعمدة فقط، وليس زرعها، وليس تركيب كشافات، وليس وجود اضاءة، لكن انا بصين الاضاءة الموجودة. فالاماكن ديت لما شالوا الاعمدة بتاعتها المفروض يستعيدوها تاني بعد ما خلصوا الانجازات بتاعتهم. نادي المعلمين، نادي الضباط، نادي الشرطة، اللي هم المنطقة دي كلها بعض المزارع اللي اتفتحت برضه على البحر. في منطقة تانية بتاعت كليوباترا بيعملوا فيها حفر او حاجة زي كده، شالوا لنا الاعمدة، مفيش برضه استعاضة. في بقى كمان حاجة اسمها حوادث كتيرة جدا على البحر. العمود اللي يتضرب خلاص كده مات. المفروض الراجل اللي هو ضرب العمود ده بيدفع غرامة وبيدفع تكلفته يتم تصليحه. لا ما بيتصلحش، يعني بيبقى خلاص كده العمود ده خلاص. فعندي بالظبط في اسكندرية حوالي 160 عمود متشالين حوادث. ال 160 دول لو قلنا بين العمود والعمود حوالي 30 متر، يبقى انا عندي حوالي 5 كيلو عايزين اضاءة، يعني في اماكن اسمها بقعة مظلمة. صحيح. فالحل بتاعها طبعا لازم يبقى لها حلول. عملت مذكرة للدكتورة سعاد الخولي مشكورة، وحاليا بتدرس الموضوع عشان يتم زراعتهم تاني يرجع كورنيش يمثل حضارة اسكندرية. طبعا. طب برضه يمكن في طريق المحور، ويمكن ده من الطرق المهمة جدا، واللي فعلا مشكلة الإضاءة فيه مشكلة كبيرة جدا. يمكن كان في فترة في إصلاحات في الأرض كرصف طرق وغيره، وطبعا يعني حصل تطور نقدر نقول عليه معقول في هذا الطريق، لأنه ما زال العمل جاري بيه. لكن الإضاءة، والإضاءة هنا ما هياش رفاهية، هي إضاءة ضرورية جدا 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 من الناحية الأمنية لسلامة المركبات وهي ماشية، خاصة أن الطريق ده من وإلى بورسعيد ودمياط، وفي يعني عربيات نقل كبيرة، وأعتقد أنه هو يعني مهم جدا الاهتمام به. ماذا تم بطريق المحور، وما هي الخطة الموضوعة لإيجاد إنارة في هذا الطريق؟ طريق المحور بيتمثل بجزئين، جزء من الشاحن الشمالي من كيلو 34 لحد كارفور في محرم بيه، ده جزء، والجزء الثاني اللي هو الناحيه الثانيه اللي هو الشرق. احنا ما بدأناش في الشرق لحد دلوقتي، ما حدش طلب منا ان احنا نعمل مقايسه او نعمل حاجه لحد دلوقتي مفيش اي حاجه. ليه؟ كان في محاولات كتيره في الطريق ده اتسرقت ايام الثوره، اتسرق حوالي 17 محاول، كويس؟ فما فيش مصدر كهرباء اصلا، فلازم عشان الجزء ده يتنور لازم نشوف ميزانيه ان احنا نشتري محاولات، وده على عاتق المحافظه ان هي تجيب محاولات بدل سرقت
ونبتدي بقى نرمي شبكه جديده وحاجات جديده. ده الجزء اللي هو الشرقي. اما الجزء الثاني الجزء الغربي ده الشمالي، الساحل الشمالي، ده من كيلو 34 لحد الكيلو 21 اسند بالامر المباشر لاحد شركات القطاع الخاص لا داعي لذكر اسمها. كويس. للاسف كانت عملت مواصفات غير فنيه تطلب الكلام ده ان انا بعت مذكره للرقابه الاداريه والجهات الكتيره جدا. حقيقي فعلا سياده المحافظ في الاعمده الغير مطابقه للمواصفات غير مطابقه للمواصفات. سياده المحافظ السابق احال الموضوع للنيابه العامه واوقف الموضوع. الشركه دي اتظلمت تاني وبداوا يشتغلوا تاني، بس برضو الشغل بتاعهم ما كانش طبقا للمواصفات الفنيه. بعت برضو حاجات كتير، شكاوي وحاجات زي كده للمحافظ والجهات كتيره. سحبوا منهم الاعمال، وللاسف كليه الهندسه لما جت تقيم الاعمال قالت 75% من الاعمال دي يجب ان احنا ننزلها ويتم عملها من جديد. القضيه دلوقتي مين هيدفع حق الشغل ده كله؟ ان هم زرعوا مثلا يعني حوالي 210 عمود. طيب مش هي المسؤوله 75%؟ الشركه هي المسؤوله اللي عملت المواصفات الغير مطابقه. احنا كشركه كهرباء مالناش دخل في الموضوع. دي الموضوع ما بين المحافظه صيانه فقط. صيانه فقط ما بين المحافظه وما بين الشركه ديت. فلحد دلوقتي ما وصلوش لحل. هيعملوا ايه؟ الاعمده بتقع طبعا لوحدها لان التركيب مش على الطريقه الفنيه المواصفات الفنيه الصحيحه. لا التركيب ولا نوعيه ولا اي حاجه. المفروض يعني يجي قرار سيادي ال 75% دول هيتزالوا، يحددوا لنا اماكنهم ويدوا لنا مثلا كشركه كهرباء او اي شركه ان هي تسندهم تاني. لان المشكله ان الكهرباء بتاعتنا شبكه هوائيه في المنطقه دي. يعني ايه شبكه هوائيه؟ يعني السلك ماشي على الاعمده. طب الاعمده وقعت، السلك هيحصل ايه؟ هيقطع. فتبص تلاقي مفيش دايره كهربائيه، مفيش اي حاجه. فتبص تلاقي المنطقه دي مظلمه. اما بقى من الكيلو 21 لحد مدخل كارفور ده اسند لنا عن طريق هيئه الطرق لشركه الكهرباء. طب منور بنسبه 100%. طب قبل ما نتكلم عن الجزء اللي هو منور 100%، نرجع تاني ان هو من 21 ل 34. المنطقه دي كلها قرى سياحيه. طيب القرى السياحيه اللي موجوده دي مش المفروض ان هي تدخل في هذا المشروع وتبقى مشاركه لاناره هذا الطريق؟ حضرتك المشروع ده يعني مدفوع فلوسه بالكامل. جزء دفعته محافظه اسكندريه من كيلو 34 لحد كيلو 17 على نفقتها الخاصه. وفعلا سلمت لنا شيك القيمه بتاعته كبلاد هوائيه فقط. اما الاعمده اسندت بالامر المباشر احدى شركات القطاع الخاص. ايوه حضرتك احنا في مشكله دلوقتي مع القطاع الخاص مع الشركه اللي هي المنفذه. يبقى احنا دلوقتي هنمشي في قضايا ونمشي في هذا يعني الطريق، ومن الناحيه الثانيه مش عايزين نوقف الدنيا لان المهم جدا الاناره في هذه المنطقه. نرجع تاني ونقول ان لازم يكون في تضافر بين المجتمع المدني وبين الحكومه، وما ينفعش الحكومه تعمل كل حاجه. وممكن هنا تدخل القرى اللي موجوده دي انها تدفع ولو جزء من اقامه هذه الاعمده. لازم يبقى في مشاركه، يعني مش هينفع ان يبقى كل حاجه على المحافظه. والله انا كشركه كهرباء ماليش اختصاصات انما ممكن لك اقتراحات. انا بقترح بس يعني اقول لحضرتك احنا يعني لازم نقول برضو ان الجهه التنفيذيه هي السلطه العليا وهي اللي ممكن يعني تعمل حاجات كتير. انا اقترحت قبل كده افكار بس ما اتنفذتش. اقترحت ان مثلا شركات المحمول هي اللي تبني الاوض على حسابها في نظير ان هي فوق الاوض الكهرباء دي تعمل مثلا تقويه او اعلاناتها او تقويه شغلها. في شركه ايطاليه كنت انا في ندوه قريب في الوزاره اقترحت ان هي تاخد طريق بحاله تدخل له اضاءه كامله على حساب نفقتها نظير اعلانات. طبعا انا ما فيش في ايدي قرار او ما فيش في ايدي السلطه ان انا ادرس حتى المشروع. انا المواضيع جميع مهمات الاضاءه ملك المحافظه. هي مشروع طبعا لازم هي تاخد قرار فيها. هي لا تاخد قرار. هنتكلم بقى عن انجاز وده شيء رائع جدا، الطريق الصحراوي. الطريق الصحراوي احنا بنفخر بيه قبل اي حاجه، سواء كان في رصف طرق في اضاءه في كل شيء. هو طريق مميز والمفروض ان هو يتاخد كمثال للطرق في مصر كلها.
الطريق الصحراوي كان عندنا مشكله برضه. من سنه ونص اسند بالامر المباشر لنفس الشركه. زرعوا 550 عمود. طبعا كتير منهم كتير ميلين لحد دلوقتي موجودين كويس. 550 عمود. برضو بعت شكاوي لجهات كتيره جدا جدا جدا، وسياده المحافظ السابق برضو سحب الاعمال من الشركه ديت كويس. و يعني الموضوع وقف، قعد سنه ونص ما بين نعمل ايه ونسوي ايه حاجات زي كده، لحد ما في قرار جريء جدا اتخذته الدكتوره سعاد الخولي بصراحه. اول ما جت في اول جلسه سحب العمل فورا من هذه الشركه، اسنادها بالامر المباشر لشركه كهرباء اسكندريه. وكان رئيس مجلس ادارتنا المهندس محمد علي بكر ساهم ان هو نزل في حدود 50% من سعر زراعه العمود، ثم مساهمه منه للبلد او الظروف اللي هي موجوده حاليا، لان طبعا كانت الشركه دي واخده بسعر ارخص من سعر شركتنا، فالسعر اللي اعطاه المهندس محمد علي بكر ارخص من الشركه الفرنسيه، فاسند لنا بالامر المباشر. الحمد لله في خلال شهر واحد زرعنا 1100 عمود في شهر واحد، طبعا تحت اشراف القوات المسلحه. كانوا بصراحه يعني لازمنا صبح ظهر بالليل في اي موقات، لدرجه ان اي اشغالات بالامر المباشر كانوا بيشيلوها. يعني كان في معونه من القوات المسلحه، يعني انا بدين لهم الفضل والولاء بصراحه. الجهه دي جهه سياديه محترمه جدا جدا جدا، اي مشروع ناجح اسنديه القوات المسلحه بامانه، مفيش معوقات خالص كانت قدامي. هناك اداره يعني اداره واعيه واداره واعيه، واحنا في كل اعمالنا لو ما فيش قوات مسلحه مش هتتم فيها اي شيء. دايما يعني بتلاموا او بنلام كلنا ان احنا بنهتم بالمناطق الراقيه وطريق كورنيش وشارع طريق الحريه، وان احنا ناسيين المناطق العشوائيه والمناطق اللي هي تعتبر نوعا ما فقيره في امكانياتها. يمكن في إنارة 12 قرية بحي في نطاق حي العمرية، ده كان نموذج للاهتمام بالمناطق العشوائية والمناطق الشعبية، وأكيد في مجهود تم، وعايزين نعرف المشروع ده إيه اللي تم فيه، وهل بالفعل تم نهائي ولا هناك خطوات قادمة لتنفيذ المهام الأخيرة لهذه المنطقة؟ في الحقيقة هم فعلا 12 قرية محرومين تماما من الإضاءة. دول 3 تابعين لكهرباء اسكندريه، اللي هم نجع العرجي والوادي الجديد وعزبة ابراهيم صالح. ال3 دول كانوا تابعين لاسكندريه كهرباء يعني اداريا وتبع شركه كهربتنا. ال3 الكره دول تم انارتهم بالكامل واطلق التيار بعدد حوالي 155 كشاف لل3 كره دول. الكره دي عزب بسيطه جدا عمرهم ما شافوا الاضاءه، فاتنوروا وافتتحناهم والحمد لله. بعد كده في 9 قرى اداريا تابعين لمحافظه اسكندريه، الكهرباء بتاعتهم تبع كهرباء البحيره، ولكن اسند لشركه كهرباء اسكندريه انارتهم. ايضا تمت انارتهم بالكامل. اخر المشروع كان من اسبوعين اطلقنا عليه التيار، واصبح ال9 قرى دول كلهم منورين اناره كامله. القرى دي عباره عن مين؟ قريه ابو السعود، قريه الصعده، قريه المسيري، قريه الهويس بالنهضه، سند 1 وسند 2 وسند 3، قريه البيضه، تبت امين. كل دي القرى دي تابعين لاسكندريه اداريا، لكن تبع كهرباء البحيره. تمت انارتهم بالكامل وسط فرحه. مش عايز اقول لك ان انا لما رحت هناك الناس كانت بتذبح ذبايح، يعني اول مره شوارعهم تنور وخلاص نورهم وكله تمام ما شاء الله. طيب احنا عايزين نتكلم عن نوعيه الكشافات اللي بتتركب في الشوارع حضرتك، ويمكن سمعنا عن الطاقه الشمسيه وان احنا ممكن العواميد دي تتعمل بالطاقه الشمسيه، وشفناها في القاهره في بعض المناطق موجوده ومتنفذه بالفعل. وصلتوا لايه في عمليه الكشافات دي والاضاءه بالطاقه الشمسيه، وبرضه الليد ولمبات الليد اللي هي الموفره؟ ده موضوع مهم جدا ان احنا نستفسر من حضرتك عليه. تحت امرك. دلوقتي احنا عندنا في مشروع قائم. المشروع ده قدمته الهيئه العربيه للتصنيع بالتعاون مع وزاره التنميه المحليه مع وزاره الكهرباء.
المشروع ده على مستوى الجمهوريه مش اسكندريه وحدها، ان احنا بنغير اللمبات من لمبه 400 واط الى لمبه 150 واط في الشوارع، وبنغير اللمبه اللي هي 250 كشافات اللي هي 250 واط الى 100 واط. طبعا المشروع ده بدأ من حوالي 4 اشهر بس على مستوى الجمهوريه، لكن الحاجه الجميله اللي عايز اقولها لحضرتك ان شركه كهرباء اسكندريه بدات المشروع ده سنه 2010 وانتهت منه من تغيير 120 الف كشاف، فوفرت في الطاقه بدل ما كان شهريا كانت يعني 12 مليون كيلو وات ساعه، والوات ساعه الكيلو وات ساعه ب 57 قرش، دلوقتي حاليا اخر شهر بقى 6 مليون كيلو وات ساعه، يعني اصبح نسبه التخفيض في ترشيد الطاقه من 12 مليون كيلو وات ساعه الى 6 مليون كيلو وات ساعه. وده بيتيح ان احنا ندخل زي القرى اللي احنا دلوقتي حضرتك اشتغلتوا فيها ال 12 قريه دي، ان احنا نستكمل الكلام ده. دي الحاجه الثانيه ان اسكندريه تعتبر نمره واحد او المرتبه الاولى في ترشيد الطاقه بالنسبه للاضاءه العامه، يعني هي وفرت بنسبه 50% فعلا. الماديات بقى طبعا بدل ما كانت المحافظه بتدفع 7 مليون جنيه شهريا اضاءه عامه، اصبحت دلوقتي لا تتعدى 3 مليون او 3 او حاجه بسيطه مليون، يعني وفرت كمان اكتر من 50% في الفلوس اللي بتدفعها المحافظه في الاضاءه العامه. طيب دي مرحله، احنا في مرحله ثانيه بقى دلوقتي تركيب لمبات الليد. لمبات الليد بتوفر 75% من الطاقه. احنا بدانا في طريق اسمه ام زغير ده عملنا 550 كشاف ليد، والطريق اتفتح خلاص على عيد تم افتتاحه كويس. في باب شرقي، منطقه من اول باب شرقي كده لحد كليه الهندسه كل الكلام ده اتغير بلمبات ليد تلاقيها لونها ابيض كده اهوت. البحر كورنيش اتغير حوالي مثلا 50-60% منه بلمبات برضه ليد. ده كله ده برضه هيرجع تاني لتخفيض الطاقه. فتخفيض الطاقه ده على مرحلتين، المرحله الاولانيه بنغير من 400 واط الى 150 واط، ومن 250 ل 100 واط، ودي خلصنا فاضل لنا 18000 كشاف فقط من مجموع 140000 كشاف، فاضل لنا 18000 كشاف، في حين المحافظات الثانيه لسه بتبدا، احنا بننتهي كويس. دي كده بالنسبه للمرحله الاولى. المرحله الثانيه ان احنا بقى نغير بكشافات الليد، بس هي في مشكله بالنسبه لكشافات الليد سعرها غالي، بس دلوقتي السعر بدا يقل، يعني كان الاول بتوصل 3500 دلوقتي وصلت ل 1400 1500. فكل ما تقل كل ما هتيجي المشاريع الجديده كلها تتعمل ليه؟ يبقى في اتاحه او في دي حاجه. الطاقه الشمسيه بقى احنا عندنا دلوقتي في مشكله في الطاقه الشمسيه. انا عندي بنيه تحتيه، كابلات موجوده واعمده موجوده، فانا عشان اعمل طاقه شمسيه فالبنيه التحتيه دي مستخسرين طبعا الدوله. حاجه ثانيه تكلفه الطاقه الشمسيه غاليه، فلازم مستثمرين بقى يخشوا في موضوع الطاقه الشمسيه. انا بقترح الطرق الجديده بتاعت الطاقه الشمسيه، يعني انا اتمنى ان شاء الله على الهواء كده نبتدي نصممها الطاقه الشمسيه. لان هو بالفعل مفيش كابلات ولا في اي حاجه ولا حتى محولات ولا اي حاجه، فاحنا من دلوقتي نعمل دراسه جدوى حلوه كده كويسه ان احنا نعمل طاقه شمسيه، ويبقى ده مشروع جميل وضاهي المشروع اللي معمول في جنوب سيناء. لان حضرتك لو رحت جنوب سيناء هتلاقي نفس المشروع ده معمول هناك، فاحنا ممكن نعمله هنا يبقى نقله حضاريه جميله جدا وتوفير للطاقه وحاجه للكهرباء، وده هيساعد على انشاء مشاريع اخرى، مصانع، وطبعا وما نقولش بقى في بنيه تحتيه خالص لان ما فيش من الصفر، نبدا من الصفر. فده اقتراح بقدمه لسياده المحافظ على الهواء، احنا مع حضرتك ان احنا نعمل طاقه شمسيه في الجزء اللي هو بتاع المحور اللي هو طريق رشيد بوسعيد. ارتفاع درجات الحراره ازاي اثرت عليكم كقطاع الاضاءه؟ بامانه يعني انا عملت منظومه بسيطه كده، يعني نقلت الشغل. انا عندي الورادي 3 ورادي، في ورديه صباحيه، ورديه يعني مسائيه، وورديه ليليه. انا لغيت الورديه الصباحيه خالص عشان العمال ما ينفعش يطلع على الباسكت يصين فانا لغيت خالص الصباحي، الورديه الصباحيه، وكثفت الشغل ما بين الورديه الثانيه والثالثه على اساس ان الشغل يبقى في ايه، في اوقات الصيانه شغاله بعيدا عن الشمس الحارقه للعاملين. فدي نمره 1. نمره 2 يعني احنا
احنا كإضاءة ما بننورش بالنهار، فاصبح ما فيش تأثير على حرارة الشمس على المكونات بتاعتي. ما فيش اضاءه بالنهار في العواميد حضرتك؟ لا، في اجزاء بتنور طبعا، وممكن تساليني سؤال واجاوب بكل صراحه، بس هجاوبك. انت هتقولي خلاص نور بالنهار. عايز اجاوب على السؤال ده؟ اتفضل، احنا هنجاوب على الاثنين سريعا. على سريعا، حاضر. بالنسبه للاضاءه بالنهار، حضرتك انا عندي بالظبط كده 6 ادارات، كل اداره فيها 6 اقسام، يعني عدد من الاقسام اللي عندي 36 قسم على مستوى اسكندريه. ال 36 قسم دول لازم كل قسم يشتغل بالنهار في شارع، يبقى عندي 36 شارع لازم يبقوا مضاءين. ليه؟ ما فيش صيانه بتتم واللمض مطفيه، ازاي هشوف اللمبه اللي هي السليمه من غير سليمه؟ فلازم انور بالنهار عشان اعمل صيانه. فالناس اول ما تلاقي النهار الاضاءه تنور، الحق الاضاءه مش عارف كذا، الاضاءه كذا، والدنيا مش فاهمين ومش متخصصين. لا، بعمل صيانه. دي نمره واحد. نمره 2، كان في مشكله انا المفروض اقولها ولا لا؟ مش عارف اقول. لا نقولها، لازم نقولها. كان عندي فتره معينه كده ناس مش كويسين بيعملوا حاجات سيئه. انا عندي خلايا ضوئيه، الخلايا الضوئيه دي لو حطيتي عليها حاجه كويس تبقى مظلمه، النور ينور. فكانوا بيعملوا رش باسبري اسود على الخليه ديت، يروح النور منور لوحده. الحمد لله في ناس يعني الامن الوطني مشكورا قبض على ناس كتير منهم، ودول كانوا بيعملوا الحاجات دي عشان يسيروا الشعب، خصوصا في المناطق زي الورديان، شارع 20، المناطق اللي هي اصلا دي معروفه بانتماءات معينه. فالناس دي كانت بتخرب في الخليه الضوئيه بسبراي، او يحط حته مثلا خيشه او حاجه كده سوداء عشان تحلمها كلها منوره. فيبص المواطن البسيط، ايه ده شارع المتراس كله منور، شارع الامان كله منور، شفتم بيطفئوا عنا النهار الاضاءه وبيطفئوا عن البيوت بالليل، فيعملوا يعني بلبله في البلد. فالحمد لله الظاهره دي قدرنا نتغلب عليها، ورفعنا الابرام فوق على اساس ان ما حدش يطلع. دي نمره واحد. نمره 2، بقى في كونتاكت مع جهات امنيه ان الحاجات دي زائد. في ناس طبعا اكيد اتاخدت من بعض الشركات او حاجات زي كده، يعني عاملين في المكان وعارفين الموضوع ده. فالحمد لله الظاهره دي ابتدت. احنا يعني طبعا عندنا الكثير والكثير من التساؤلات، ولكن لم يتبقى لنا وقت، لكن ان شاء الله باذن الله يعني على وعد من حضرتك باذن الله ان يكون في لقاء اخر ونتحدث عن اشياء كثيره، ومنها سرقه الكهرباء يعني في اشياء كثيره جدا لم نتطرق فيها اليوم. كنت عايز اضيف حته صغيره بس كده. يعني ايام ما كان الكهرباء بتتقطع كل شويه كان شكاوي لنا. دلوقتي لما احنا ما بنقطعش كهرباء خالص، مفيش شهاده شكر، مفيش حاجه كويسه. عدم الشكر. احنا لحد دلوقتي الكهرباء مستقره 24 ساعه. صراحه مجهود كبير جدا، يعني نقدر نقول ان فعلا تم بفضل صراحه انجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اعطى تعليمات صريحه لوزير الكهرباء لا انقطاع في الكهرباء، وشفت رمضان عدى الحمد لله مفيش انقطاعات، وفي الحر الكبير ده الحمد لله برضه مفيش انقطاعات. الحمد لله. احنا بنشكر وجود حضرتك معانا المهندس احمد الغمري رئيس قطاع الاضاءه العامه بشركه كهرباء الاسكندريه، وان شاء الله على وعد بلقاءات جديده لاي مشاكل. ولو اي حد من الساده المواطنين عنده اي مشكله، اما ان هو يبلغ بيها شركه الكهرباء او يبلغنا، واحنا ان شاء الله ننقل شكوتكم، وباذن الله يكون مفيش اي انقطاع للكهرباء ولا اي مشكله للكهرباء بعد الان. سياده المهندس احمد الغمري بنشكر حضرتك جدا، وصباح الخير يا فندم. صباح الفل. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم.